السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواية اليوم هي رواية تحت عنوان بائعة الخبز، وهي رواية تعد من أشهر الروايات الكاتب الفرنسي كازفيي دومينتبان. نشرت الرواية في عام 1889 كاملة على صفحات إحدى الجرائد الشهيرة، وهي رواية تتناول مواضيع إنسانية ولا تخلو من الإثارة. وإليكم ملخص الرواية. تتحدث رواية بائعة الخبز عن مأساة امرأة تدعى جان وتي. مات زوجها في حادث الذي وقع في المصنع الذي يعمل فيه، وكانا قد رزقا بطفل صغير اسمه جورج وطفلة رضيعة اسمها لوسي. عملت الأم في المصنع نفسه للإنفاق على أسرتها الصغيرة. يحاول أحد العمال في المصنع أن يغويها ويدعى جاك جورج ويطلب منها الزواج، لكنها ترفض ذلك مما يثير غضبه، فيقوم بتدبير مكيدة لها ويوقعها في أيدي الشرطة، ثم يهرب بعد ذلك بعد أن يسرق أموال وتصاميم لآلة جديدة من المصنع. يحكم على جان فوتيه بالسجن المؤبد، فتترك ابنها عند أخت الكاهن وتفقد كل صلة بابنتها ولا تعرف عنها شيئا على الإطلاق. ويتحول جاورد إلى رجل ثري جدا، ويقوم بأساليب استغلال كثيرة. أما أبناء جان وابن صاحب المصنع فيعانون كثيرا خلال تلك الفترة ريثما يكبرون. وتدور الأحداث بمفاجآت كثيرة، حيث تلتقي الأم جان بوالديها في النهاية، ويلقي جاورد جزاء أعماله الدنيئة كلها، ويموت ولده ويعترف بجرائمه ليلاقي العقاب الذي يستحق في النهاية. وهنا تنتهي هذه القصة، وفي النهاية استودعكم في الله، وإلى اللقاء في ملخص لرواية عالمية